خلاص يعني الكومباوند وحش؟ طب المفروض المدن تتصمم ازاي؟ هقولك الطريقة الصح في تصميم المدن هي إنها تتعمل ميكسد يوز، وأقرب مثال على ده هي مصر الجديدة. الأنشطة السكنية والتجارية والإدارية منفصلين عن بعض بس في نفس الوقت المسافة بينهم مش كبيرة، ممكن نوصل لهم مشي في مدة ما تزيدش عن 10 دقايق، وده اتحقق لأنهم كانوا مصممين الشوارع الرئيسية بحيث يكون فيها المحلات التجارية والمكاتب الإدارية، مفيش بقى فكرة المولات بتاعت دلوقتي دي، والشوارع الداخلية هي اللي بيكون فيها الجزء السكني، ومعاه المحلات الخدمية اللي بنحتاجها بشكل يومي زي السوبر ماركت، الفكهاني، المكواجي، الحاجات اللي لازم تكون موجودة وسط البيوت بس ما تعملش ازعاج. بكده نقدر نحقق الهدوء في المناطق السكنيه وده مطلوب، بس في نفس الوقت ما فصلناهاش قوي عن باقي الانشطه ونبقى مضطرين بعد كده نعتمد على العربيات الملاكي في كل تحركاتنا. بس خليني ااكد على حاجه، ان شرط اساسي علشان ده يتحقق ان يكون في رقابه حقيقيه من الدوله على نشاطات المحلات دي، علشان ما يكونش في تعدي على السكان باي شكل من الاشكال. لو ده حصل واتطبق مظبوط مش هنحتاج حاجه اسمها كومباوند اصلا، لان المدن من البدايه متصممه صح.